إيش الفرق بين ثم وثم في القرآن الكريم؟ ترى المعنى يختلف تماما. ثم حرف عطف، ثم ظرف مكان، ثم بالفتح يعني هناك أو هنالك. تمام؟ راح أضرب مثال وبالمثال يتضح المقال. قلت لك ذهبت إلى السوق ثم إلى البيت، إيش راح تفهم؟ راح تفهم إني أنا رحت السوق وبعد ما خلص من السوق رجعت البيت. طيب لو استخدمت هذا المثال في الكلمة الثانية وقلت لك ذهبت إلى السوق فرأيت ثم المقربين، لما عرفت إنه ثم هناك إيش يعني؟ يعني رحت السوق وشفت هناك المقربين الأقارب بالنسبة لي. ممتاز ممتاز. والآن بعد ما عرفنا معنى كلمة ثم، في القرآن الكريم 4 آيات مذكورة فيها هذه الكلمة ثم. أول آية قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هناك وجه الله. سبب نزول هذه الآية تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وكذلك الفقهاء يستدلون بهذه الآية إنه الشخص إذا كان في الصحراء وما يعرف جهة القبلة وما يمديه يتعرف على جهة القبلة، فإيش يسوي؟ خلاص يصلي في أي اتجاه، فثم وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآية الثانية قال الله عز وجل: وأزلفنا ثم الآخرين، يعني وقربنا هنالك آل فرعون من البحر. الآية الثالثة قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام: مطاع ثم أمين. قال ابن كثير: مطاع هناك، وين؟ في الملأ الأعلى. الآية الرابعة قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت، لا يعني رأيت مرتين، لا، وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني في الجنة. أتمنى وصلت، والسلام عليكم.